السلام. في هذه الحلقة غادي نشوفوا صابر من بعد ما تلاقى بوليداتو عنقو بقات تقول له ريم اذا انا شنو غادي يوقع ليا، واش غادي تخلي عليا؟ قال لها من الاحسن نخليو الهضره من بعد. وغادي نشوفوا السيد نزيل يدخل مع اشين بعلاقه من بعد ما كانت مع السيد جواد، وغادي تولي هنا ضده. في البدايه ما تطولش عليكم، غادي يكون السي صابر جالس كيفكر وغادي تقول ليه ريم علاش انت كتفكر بزاف، شنو واقع؟ قال لها ما واقع والو، غير وليداتي اللي كنت عارفهم ميتين هذه سنين اليوم شفتهم وعنقتهم وحيدت الشهوه ديالي منهم. قالت لي اذا انا شنو غادي يوقع ليا؟ قال ليها ما يوقع لك والو. قالت له علاش ما مشيتيش عنقتي منار حتى هي باش هكا تقدر ترتاح؟ قال لها لان الدكاتره ما خلاونيش، يعني انا باغي ولكن الدكاتره قالوا لي هي ما تقدرش تحمل صدمه بحال هذه. قالت لي اذا ملي غادي تقبل فحال هاد الصدمه انا هذيك الساعه شنو غادي يوقع ليا؟ قال لها من الاحسن ريم نخليو هذا الموضوع من بعد، عافاك لما سكري الموضوع وخلينا جالسين نشربوا قهوه. قالت له واخا ملي تكون جاهز نهضروا في هذا الموضوع. وغادي نشوفوا عمر اللي تيقول لخديجه علاش ما خديتينيش نهضر مع شيرين ونقول ليها فين كانت ومين جاو هذوك الفلوس ومين جا هذاك اللباس؟ قالت له شوف عمر هنينا، انا راه ما بغيتيش تعاود تهرب، خليها بعدا تعتقتها من الموت وديك الساعه دير فيها اللي بغيتي، انت عارفها متعلقه فينا بزاف. قال لها دابا وليتي تتقرب انها حمقى ياك يا خديجه وانت عارفه كلشي وكديري راسك بحال بنتك راه ما مريضه ما حتى شي حاجه. قالت له الله يخليك انا راه ما بغيتهاش تهرب مره اخرى وتخليها منار تموت وتيتم ليها ديك الوليدات، خليها تبرع علينا وديك الساعه حاسبها كيف ما بغيتي. قال لها والله الا صدقتي انانيه يا خديجه، هذيك راها بنتي حتى انا واختي من حقي نعرف، لا بغات تهرب انا ماشي شغلي. ونشوفوا جواد اللي كيهضر مع منير كيقول له شنو قالت لك لاشين؟ قال ليها راه لاشين دارت واحد الكسيدو كبيره، حقا الطوموبيله ديالها راه تمعسات، يعني هي راه عندها الحق ما خانتناش، وقالت لي باللي السيد نزيه راه باقي حي وغادي تتصل به في نفس الوقت. غادي تقول لي انا راه بغيت نشوفك ندير لك واحد الموضوع مهم خصك تعرفه، ولكن هي غادي تلعب عليهم الدور لانها غادا تخونو، لانها ولات مع انه من البدايه هي كانت معاه وكانت الزوجه ديالو، ولكن هو خرجها من القصر ديالو وطلقها على حساب انها تتخونو، وهاد المره حتى هي خانته، ولكن هي اعترفت له باللي بقاش هو جرى عليها من القصر داكشي علاش هي خانته. وتا دابا قال لها انت غادي تولي دابا معايا وانا كنبغيك لانك اول وحده كتعترفي انك كتبغيني على قبل فلوسي وهذا الشيء كيعجبني فيك. قالت له دابا شنو غدير في الطوموبيل ديالي؟ قال لها سيري عند جواد يصايبها لك او يشري لك وحده. قالت له جواد ما غاديش يعطيني هذوك الفلوس كاملين. قال لها صافي واخا تقدري تمشي عند الرجال ديالي وطلبي منهم هذاك الشيء اللي بغيتي. غادي نشوفوا منار اللي كانت تتهضر مع جيده، قالت لها انا فرحانه لحق شيرين جات عندي، ولكن اللي ما بغاش يدخل ليا راسي شكون اللي قال لها بلي انا في الحاله خطيره؟ شكون اللي عرفها بالوضع ديالي؟ هنا نقزت شي جيده قالت لها حناش خصنا بهذا الشيء كامل، تعطينا على التبرع ديالنا. وديك الساعه مشات غبرت تمشي تسرطها حتى الارض. قالت لها واخا هكاك باقا انا شاكه ما عرفتش شكون اللي متدخل، الموضوع ديال الخطر ديالي ما كنعرفوه غير حنا بعضياتنا. قلت لها صافي منار بركه من هاد الهضره كامله. دخلت شيرين ومشات عندها عنقتها، قالت لها اختي كصبحتي؟ قالت لها لاباس الحمد لله. وقالت لها وانتي كصبحتي؟ قالت لها الحمد لله. غادي تدخل سالي وغادي عنقها شيرين، قالت لها توحشتك سالي دخلها العجب لانها عارفه شيرين شريره. غادي نشوفوهم كاملين فرحانين. قالت لها سالي غادي نقول لكم واحد الخبر، غنبداو بالعمليه من هاد الايام. دابا غادي اول حاجه نديروها هي نقصوا لك من المناعه ديالك باش هكا الدم ديالك يتخالط مع الدم ديال شيرين اللي غادي ناخذو منها. وغادي تنوض جيداء قالت لها مصاب غير دمك يقبل دم شيرين. قالت لها بدون ما تقصد، وهي تغمزها منار قالت لها سكتي. قالت لها كنقصد زعما كاين الدم ماشي بحال الدم داكشي علاش. قالت لها صافي غير سكتي. وشيرين بقات كتشوف فيها، المهم كلشي بقى كيشوف فيها، خديجه بقات كتشوف فيها جيداء بقات كتشوف فيها، شيرين غمزتها قالت لها من الاحسن تسكتي بلا ما نخربوا الوضع. حتى من عارف بقى كيشوف فيها. وغادي نشوفوا بلي سالي بقات كتشرح لهم الوضع ديال العمليه كيفاش غادي يدوز وها شنو غنديروا ها شنو اللي ما غاديش نديروا ها فوقاش وها الدات ديالك كيفاش غادي تكون. المهم شرحت لهم كل شيء. وغادي تقول لها منار واش نقدر نخدم؟ قالت لها لا خصك ترتاحي واحد الاشهر بعدا. نقزت شيرين قالت لها شتكون كتهضروا غير عليها، حتى انا وقيلا راني غادي ندير عمليه، ممكن تشرحي لي الوضع ديالي؟ قالت لها ما ديري والو. قالت لها غادي تنعسي نهار غادي ناخذ منك النخاع ومن بعد غادي ترتاحي واحد اليومين ومن بعد غادي نمشي للدار.
قالت لها غضري واحد شويه في الجنب ديالك. قالت لها واش هاد الضران غيكون قوي؟ قالت لها لا، ضران خفيف. ومن بعد غادي تمشي للدار وغادي تنعسي. قالت لها هادشي اللي كاين؟ قالت لها هادشي اللي كاين. ومن بعد غادي نشوفوا باللي شيرين اطمأنت على الوضع ديالها وعرفت باللي ما عندهاش شي خطوره. وغادي نشوفوا شي منار اللي بقات كتبكي وكتقول لها شكرا بزاف اختي خاصها تعتقي لي الحياه ديالي، هادشي انا غادي نعيش بالفضل ديالك. صافي غادي تجي الدكتوره وغادي تخرجهم كاملين لانها منار خصها ترتاح. غادي نشوفوا عريف جالس مع عمر قال ليه بغيت نعرف واش ملي غدير منار العمليه غادي تخبروها باللي صابر رجع. قال لي عمو ضروري نخبروها. قالوا غير انت ما تقلقش، حنا غادي نشرحوا ليها الوضع، غنقولوا ليها باللي راك ما شفتيش صابر اولا ما عرفتيش باش هكا ما تقلقش منك. قال لي انا ما عنديش المشكل تقلق مني. قال لي صافي انت راك وقفتي معاه في اكبر الوقفات وهي غادي تتفهم الوضع. وعريف غنشوفوه خايف عليه انها غادي ترجع لراجلها وغادي تخليه هو بوحده.